انا مهم ما بقولش اي حاجه يا جماعه، اي حاجه بتتكتب ما بتبقاش على لساني، الناس بتقعد تشتمني يعني على الفيسبوك والكلام ده. يا جماعه مش انا اللي بكتب الكلام ده، وانا عمري ما اتكلم على زميل ليا في فرقه منافسه. كابتن حسام غالي ده كابتني ليك حساب على كابتني في منتخب مصر. كابتن حسام كابتن منتخب، انا ما اقدرش اقول كده على كابتن. كنت شايف العلاقه اللي بينكم طبعا كابتن حسام ولعيبه النادي الاهلي كلها هارد، لكن كلنا زعلنا لان النادي الاهلي خسر امبارح. النهارده الحمد لله احنا قدرنا نفرح مصر كلها بما فيهم جمهور النادي الاهلي، وانا النادي الاهلي ده يعني نادي منافس لنا وبحترمه جدا وبحترم الناس اللي فيه، وفيهم ناس صحابي جدا. الناس بس هم اللي بيعملوا يعني حساسيه، يعني انت ما بيطلعش منك اي بالنسبه للرقم كمان بتاع 22. انا ما كانش قصدي على الكابتن ابو تريكه. الكابتن ابو تريكه ده يعني مثلا على اي لعيب ولاعيب كبير ولاعيب محترم. انا ما لبست 22. انا يا جماعه انا مش يعني انا كده مش هاخد 22 لو الناس عامله حساسيه مش عايز 22. يعني انا النهارده انا بس في الماتش النهارده انا بهدي الفوز ده لكل زملكاوي، وبنوعدهم ان شاء الله احنا هننافس على بطوله افريقيا وهننافس ان شاء الله على الدوري اللي ربنا يكرمنا ونفرحهم. بقى 10 سنين ما خدناش اي حاجه. انا يعني بهدوم من الفوز ده النهارده كل جمهور نادي الزمالك اللي هو الجمهور العظيم اللي واقف ورانا، يعني بهدوا الفوز ده مهيب. فرحتك كانت غير طبيعيه. طبعا عشان كل ما احنا ما بنخسرش مهيب خالص. الحمد لله ماتش واحد خسرناه في السنه، احنا مش متعودين على الخساره. نادي الزمالك دلوقتي مش متعود على الخساره، احنا بنكسب بره او جوه الحمد لله، وجمهور الزمالك ما تعرفش قد ايه. انا النهارده بلعب بقول يا رب يكرمني عشان افرح جمهور نادي الزمالك. بقى له 10 سنين ما فرحش، احنا فرحانهم النهارده الحمد لله. من حقك تفرح. انا من حق افرح ومن حق كل زمالك تفرح. احنا فوز صعب وفوز كبير وفرقه محترمه، وان شاء الله هننافس على البطوله دي وهننافس على الدوري ونرجع البطولات ان شاء الله. نادي الزمالك اللي احنا طبعا يعني انا بشكرهم جمهور نادي الزمالك. الجماهير دي كمان اهي، الجماهير اللي موجوده دي جماهير نادي الزمالك اللي جت ورا النهارده بهدي لها الفوز النهارده. روح له.